سلام البنات، سلام غاليات، ومرحبا بكم كامل عندي في القناة. واللي حبيت نشارك معكم روتين صباحي. كيما راكم تشوفوا، اول ما نضت رحت فتحت هذيك الطاقة، وهي اول خطوة نديرها باش يعني الاشعة تدخل، الاشعة الطبيعية عفوا، وتبدل يعني التهوية. وبعد داك الشيء رحت فتحت هذا الباب البنات يديله الدروج. يعني الدروج هنا كاين، يعني ما كاش الضاله، فهمتوا عليا البنات؟ يعني الهواء تلقاو طول. المهم هنا البنات حبيت نشارك معكم هذا المقطع البسيط. هنا الدروج عندي فيها النباتات الغرس تاعي، وهنا يعني طون ندير هذاك الاناء ندير فيه الماء، صدقه يعني للعصافير تشربوا، بما انه الجو سخون كيما راكم تشوفوا. وهنا شوفوا الجو، يعني تبارك الرحمن ما شاء الله. الجو يعني هنا هادئ جدا. بدات الايام الصيفيه تبدا. ومن بعد رحت للمطبخ. هنا طبعا الوالد ربي يحفظه كان شارين يعني هذه الفاكهه اسمها البرقوق على ما اظن. كما راكم تشوفوا كليت منها حبة ولا اثنين. وبعد ذاك الشيء رحت للنافذة تاع المطبخ، نفس الشيء نفتحها لأنه في الليل نغلق كلش. يعني فتحت هذيك الطاقة وفتحت هنا الباب، وكان الجو يا البنات روعة ما شاء الله. يعني جو هادئ فيه نسمة تاع برودة مع جو هادئ خلاص. وأنا أول شيء حبيت نشاركه معكم يعني روتين يومي صباحي. كل يوم نفعل نفس الروتين، فهمتوا علي البنات؟ نروح يعني أعزكم الله يعني ننظف كامل هذاك المجاري المائية، لازم ندير فيها يعني المياه كما راكم تشوفوا. بديت أول شيء بالتواليت، أعزكم الله راني خدمتها ما صورتهاش معكم. ومن بعد ذاك الشيء جبت الدوش، عمرت هذاك البيدون كامل وفرغته فيه، وعمرت كامل حتى يعني هذا يعني هنا وين نتوضاو هناك. ورحت ثاني كل الحوش لازم نفس الشيء نعمر بالبيدون ونفرغ ثم في المجاري المائية أعزكم الله. هكذا البنات هذا روتين تقريبا يوميا. كي نقول لكم يوميا كل صباح، يعني كل ما نفيق الصباح نخدم هكا. حتى لهذاك يعني للكوزينه، الحوض تاع الكوزينه نفس الشيء ندير له هذاك الغطاء كيما راكم تشوفوا، هذاك البوشون يتباع معاه نحطه ونعمر كامل هذاك الحوض بالماء ونفرغه كيما راكم تشوفوا. هكذا يا البنات ما تكونش ديك الريحه وديك، فهمتوا عليا البنات؟ هذا روتين نعتمدو يوميا. وهنا يا البنات رحت جبت الملابس، كنت حطيتها في الغساله. يعني بعد ما كملت الغسيل جبت كامل هذيك الملابس نحيتها. تقريبا يعني الملابس انا يوميا كذلك نغسل، يعني يوم بعد يوم يوميا كل مره كيفاه. وهنا يا البنات يعني حطيت لكم فيديو ولا اثنين على الغسالة، يعني شرحت فيها، تحبوا تشوفوه راه في القناة. ورحت نشرت كامل هذوك الملابس هنايا في الشميسة هذيك ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. وبالنسبة هنا للحوش اني كنت دايره فيه هذو الخيوط تاع نشر الغسيل. ومن جهة الدروج كذلك عندي يعني خيوط اخرى باش ننشر فيها الزبر، فهمتوا عليا الناس؟ وهنا كان الوالد ربي يحفظه شراء الخبز. وبعد ما فطرنا هنا كنت فطرت لميت كامل هذاك الخبز البنات. انا نلمو صراحه ما نحبش نرميه، لانه صراحه البنات هنا يعتبر تبذير. هذاك الفتات كامل شنديرلو نلمو كامل ونحطه في الدروج، يعني جانب هذاك الماء، فهمتوا عليا البنات؟ هنا تجي العصافير تاكلوا. هنا راكم كتلاحظوا اغلب فيديوهات تاعي راني في المونتاج نحفظ الصوت. يعني العصافير ما شاء الله. يعني اولا يعني كمية العصافير تجي لهذاك الدروج، تلقى الماء تلقى الخبز، فهمتوا عليا البنات؟ وهنا نشرت هذاك التوانتيري باش ينشف، كنت غسلته. وراني شارك معكم مقاطع من النباتات تاعي اللي راهي عجبتني يا البنات صراحة. تغير لك كامل المظهر تاع يعني تاع الدروج، تعطيك ما على باليش الناس كما نقول لكم طاقة إيجابية. هنا كنت نشارك معكم في الغداء ثاني، كانت عندنا قراطة البطاطا كالعادة، كنت خدمتها في الفريتوز. واني شاركت معكم هذا الفيديو في القناة اللي تحبوا تشوفوا تجربتي مع الاير فراير. وهنا كنت درت لها يعني البيض كامل وقلبتها على الأوجه اثنين، يعني كما احنا نقولوا قراطة بطاطا. هنا كما راكم تشوفوا البنات يعني كان الغداء ما شاء الله.
وصراحة يا البنات حبيت نشارك معكم هذا المقاطع، وهنا حبيت نقول لكم إذا عجبكم الفيديو ادعموني وجمجموا لي وحطوا لي تعليق زوين كيفكم، وما تنسوش تدعموني في هذه القناة المتواضعة. وإلى أول مرة تشوفي فيديو تشوفي قناتي نقول لك مرحبا بك في القناة، واللي يقدم نقول لهم شكرا على دعمكم وسلام.